في دراسة صادرة من منظمة اليونسكو بتقول إن أرقام الشباب المصري اللي بيسافر يدرس بره زاد 3 أضعاف آخر 10 سنين، فلو أنت طالب وبتفكر في طريقة مختلفة تحجز لك بيها كرسي في سوق العمل، خليني أقول لك على أوبشن قوي ومش منتشر قوي. الحل هو إنك تسافر تدرس بره. سامعك بتقول غالي، طب وهي المنحة الدراسية أثرت معاك في حاجة؟ دي طريقة تقدر من خلالها تسافر تتعلم في جامعة دولية في أي بلد، وتجربة زي دي هتفيدك على المستوى الشخصي والعلمي والثقافي، لأنك هتتعرف على ثقافات مختلفة عنك، وده هيفرق في تفكيرك وشخصيتك، وكمان هينمي مهارات كتيرة عندك، وأولها مهارة التواصل، واللي عن طريقها هتكون علاقات مع ناس ممكن يساعدوك انك تلاقي فرصه شغل احسن. ده غير المستوى التعليمي المختلف عن اللي متعودين عليه. وده ياخدنا بقى للاسئله المهمه. اسال مين؟ ايه المجال؟ وايه الجامعه الانسب ليا؟ شوف يا صديقي، انت تقدر تعرف كل حاجه بطريقتين. اول حاجه تقدر تسال في جامعتك عن المنح المتاحه وايه انواعها والدول اللي بتوفر ده، او عن طريق الدكاتره اللي بيدرسوا لك لو حد منهم كان بيدرس بره. تاني حاجه ممكن تسهل على نفسك وتحضر ايفنتس تعليميه زي اللي بيقدمها ايدهاب. ايه ايدهاب ده بقى؟ ده مركز متخصص في تجهيز المعارض التعليميه، واللي بتشارك فيه جامعات عالميه من دول كتير، واللي تقدر تعرف من خلالهم بطريقه مباشره كل حاجه عن المنح المتاحه وازاي تقدر تنضم لكل واحده فيهم. وكمان بيقدموا ورك شوبس وتوكس عشان تعرف اكتر عن المجالات المطلوبه لسوق العمل زي البيزنس والهندسه والطب، ده غير المجالات المعتمده على التكنولوجي زي الفينتك والاي اي والفيرتشوال رياليتي. هسيب لك في الكومنتس لينك ايدهاب عشان تدخل عليه بسرعه وتستفاد من الخدمات اللي بيقدمها. وما تنساش تقول لي لو مهتم انك تتعلم بره ايه اكتر مجال نفسك تدرسه وفي اي بلد. انا محمد مشالي وجاي لك من سوق العمل.